بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رمضان كريم عليكم وعلينا يا رب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اول ما بصحى بشتغل في العصير، اعمل حاجه حلوه، بس والله ما عملت المهلبيه الا بعد العصر كده، لان انا مش كنت ناوي اعمل حاجه النهارده صراحه، مسكره يعني حاجه حلوه وكده. فخلاص يا احمد، فقلت ايه، ما كنتش ناويه ان انا اعمل يعني حاجه حلوه النهارده. فقامت في دماغي كده بعد العصر كده، عملت طبقين مهلبيه، فعملناهم بقى اخر النهار. اما الصبح ساعه ما صحيت على طول عملت العصير. عندي برتقان، دخلها المطبخ يا هبه. جبت برتقان كده، برتقان بسره، غسلت 3 برتقانات حلوين وقمت عاملاهم بقى ايه الشفشه، ايه ده اللي هو قدامي ده. يعني احنا 4 افراد، ما احناش كتير، فبيعمل لنا حوالي 5 كوبايات كمان. عملته كده بقى على العصاره، ما رضيتش اشغل الخلاط ولا حاجه، قلت اما اعمله كده عشان يبقى ايه بطبيعته، ما حطيتش عليه ميه كتير يعني ولا حاجه، حوالي كوبايتين ميه، وحطيت له شويه سكر وخلاص على كده، وحطيته في التلاجة. قامت في دماغي بقى ان انا اعمل طبقين مهلبيه، عملتهم الساعه 4:30 كده ولا 5 والله، قبل الفطار بساعه. طلعت كيس لبن من الفريزر، وعندي النشا وعندي كل حاجه، وبحب المهلبيه قوي، ما اكون حاطه عليها فول سوداني كده، مش حطيت زبيب والله ولا جوز الهند ولا حاجه، عندي بس مش حطيت يعني. عايزه اكل مهلبيه كده بفول سوداني بس، والفول يكون متحمص كده وزي العسل، وعاملاه في الكبه كده او في الخلاط، يعني مكسراه كده ايه شويه كده، لا هو خشن ولا هو ناعم. وغرقي بقى انت وش المهلبيه عندك بقى كده، وهي في الاطباق غرقاها بقى بالفول السوداني، وذوق الطعم وادعي لي بقى، حاجه كده عسل. الحمد لله. رمضان هيعدي في ثانيه، في ثواني والله. القشر دوت بقى مش برمي، قشر البرتقال هعينه بقى، احطه في الفريزر، ابقى اعمل بوكيكه ولا حاجه، ابشر منه يعني على الكيكه على الدقيق اهو. هعينه كده خساره، مش هرميه. وكده عملنا العصير بتاعنا وانتهينا منه، نشوف بقى هنعمل ايه تاني. بس كده. عملنا بقى شوية محشي كوسة، كان عندي حوالي 2 كيلو كوسة في التلاجة، جبتهم قورتهم. وكان فايض عندي بقى رز من المحشي بتاعي امبارح، كنت لماه كده في علبة بلاستيك ومغطياه وحطاه في التلاجة. فطبعا يعني كتير ان يعني هرميه خسار، قلت لا انا هعمله ايه، هعمل الكوسة النهاردة ونعبيه في الكوسة، وهيعدي اليوم النهاردة. دي بقى فراخ عندي، كنت انا ايه فراخ اللي كنت منضفاها قبل رمضان، كنت مسكتهم كده، خدت الصدور، عملت المكرونة يعني خليتها من العظم، قلت نعمل مكرونة نعمل كفتة. وجيت بقى على اللي وراك ديت والدبابيس والجناحة والحاجات ديت، رحت متبلاها ومقسماها كده اكياس وعيناها، يعني الفراخ دي طالعة من التلاجة متبلة جاهزة من الفريزر، بس انا مطلعاه بقى من ساعة السحور بره كده في على الرخامة كده، وسبته بقى لما فك الكيس اللي فيه الفراخ ده. ومعايا هنا فيجيتار من اللي هو السايب، هحط على، انا متبلاها في كل حاجة، بس هحط بقى شوية حاجات كده كمان من عندي، شوية فيجيتار، شوية اللهم صل على النبي، زعتر على روزماري، بيبقى حلو قوي مع الفراخ المشوية. حبة حاجات كده يعني من عندي هزودهم كمان. وهغطيها بقى واحطها في التلاجة، لان طبعا احنا كنا الصبح يعني كانت الساعة 11، فطبعا مش هحط الحاجات ديت ادخلها الفرن الا الساعة 4:30، مش بولع الفرن وادخل الحاجات ديت او اطبخ الا الساعة 4:30 كده، لان طبعا المغرب بيقدم على الساعة 6، فبيبقى يدوب يعني. لكن في الوقت اللي انا بجهز فيه الحاجة دي بنبقى لسه الصبح، فانا بجهزها وبنتهي منها وبحطها في التلاجة. اهو بزود بقى شوية فلفل اسود، شوية حبهان مصحون، شوية بتاع فيجيتار من اللي هو قدامي في الكيس، شوية زعتر على روزماري، كده يعني بتظبطي الدنيا بس شوية. هنا بقى كده هو زي ما انتوا شايفين، وهحطها بقى في التلاجة في أرضية التلاجة، هي فكت وطالعة من الفريزر العلبيات وفكة وزي الفل. بس كده. هديها غلوة على البوتاجاز بقى العصر وادخلها الفرن، هي والكوسة. وحتى برضو كان عندي شوربة من بتاعة البط، عقدت منها للكوسة كرنبين 3 كده، وغليتها على البوتاجاز ودخلتها الفرن برضو اهي. شوية محشي كوسة بقى عسل، بألف هنا للي يشوفه، بألف هنا للي يدوق. وانا لو مش عبيت الحبة الكوسة دول ولميت الحبة الرز كانوا هيترموا خسار. الرز غالي وكل حاجة غالية، والزيت غالي وكل حاجة غالية.
هنا بقى اهوت، دي برضو الكوسة قبل ما اغطيها واعملها. المقطع التاني جه الاول اهو، شوية كوسة عسل وكام قرن فلفل كده وياهم. هنا بقى كنت عايزة ادمس شوية فول، حطيته كده اديته غلوة، وحطيت له طماطم وليمون وكل حاجة، وشوية معلقة خل وحبة سكر، واديته غلوتين تلاتة وطفيت عليه، وسبته بقى لما بعد العصر كده ولعت عليه. بعد الفطار كان استوى، طفيت عليه على طول. هنا بقى قلت مولع على شوية مهلبية، كنت مولعة على الكوسة بتغلي عشان ادخلها الفرن هي والفراخ. كانت الساعة 4:30 في الوقت دوت. قلت اما اعمل طبقين مهلبية، هو كيلو واحد لبن مفيش غيره، يعني انا عندي في الفريزر بس ما طلعتش الا كيلو واحد. وده لبن بودرة برضو حطيت كيس كده، وهنحط شوية سكر بقى وشوية فانيليا ومعلقتين تلاتة نشا، وعملنا شوية مهلبية زي العسل. وانت واقفة كده بالمضرب عشان مفيش حاجة تكلكع معاكي. دوت النشا كده فكاه في مية وهعمله في المصفى. بحب كده اعمل النشا بصفيه بالمصفى، بحب يعني اخاف يكون فيه عفراية حاجة، فاعمل الحاجة كده وانا مطمئنية ان الحاجة صح. اقفلي الباب يا هبه. هنا بقى الكوسة شغالة على البوتاجاز كده، مطية عليها وسايباها ايه تتكتك شوية كده مع نفسها. دخلتها الفرن ما خدتش يا دوب ربع ساعة هي والفراخ، يا دوب بس خدوا طعم الفرن كده وتحمرهم وبقوا زي الفل، رحت مطلعاهم. هنا بقى كانت المهلبية خلصت اهي بعبيها. ولا حد بياكل ولا حد بيعمل، بس لازم نعمل كل حاجة، هنعمل ايه يعني؟ الناس من ساعة ما بتشرب العصير وخلاص على كده والله ما بنقدر ناكل اي حاجة، بس بنعملها بقى. حد بيجي حد من الولاد بعوز حاجة حلوة، هي تبقى الحاجة موجودة وخلاص. عندي شوية كاكاو، رحت جايباهم حطاهم كده في حوالي طبقين مهلبية، قلت اعملها كده بالكاكاو. طبقين اتنين بس، والله ما انا عارفة جو اتنين يا رب، هو بس بتهيألي جو اتنين. اهو هما اتنين برضه، هو زي ما قلت لكم اتنين واربعة بيضة. مهلبية بيضة على طبيعتها ومغرقاها بقى بالفول السوداني زي ما انتوا شايفين كده، حاجة كده في منتهى الجمال، عسل. هنا بقى كان دخلنا على الفطار، فعايزة اعمل شوية ملوخية، كنت محمصاها وحطاها في الشمس طول النهار، وجبتها بقى عملتها بالمصفى، نعمتها وحمرت لها التوم زي ما انتوا شايفين كده، ودلقت الشوربة عليه. بس خلاص على كده، هي متهيئة الشوربة وفيها ملحها وفيها بهاراتها وكل حاجة. حطيت بس شوية فلفل اسود وشوية كزبرة مع التوم. دي كانت الفراخ الشوت وطلعت، وكنت حطيت لها حتة فحم، عشان احنا بنحبها كده وهي طالعة من الفرن، احط لها حتة فحم وشوية زيت واكمرها بقى، بتاخد طعم الفحم كده اكنك شويها على الفحم، تبقى جميلة وفي منتهى الجمال. هنا بقى الملوخية هي اتحطت لها شوية سكر كده بيدوها تسكيرة حلوة وبدها طعم حلو، ما تخليهاش تغلي، هي يا دوب غلوة كده هتقوم للغليان تقوم طافية عليها. الحمد لله والشكر لك يا رب. حبايبي واخواتي تسلموا لي يا رب، والله انا بشكركم بشكركم من الارض للسماء، والله ما انا عارفه اقول لكم ايه. بشكركم 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 والله العظيم. هذا كده الفطار بتاعنا، حاجه كده سهله وبسيطه وجميله، والفراخ المشويه زي العسل اهي، جربوها جميله جميله، وملوخيه ومحشي كوسه وسلطه ومخلل، وده العصير، وده كده فطرنا النهارده يا حبايب قلبي. وعملنا كمان الفول المدمس، هتشوفوه في نهايه الفيديو برضو. دمسنا بقى شوية فول كده للسحور، حاجة كده يستاهلوا بقكم والله العظيم. يا ريتكم كنتوا معايا يا حبايب قلبي، ويا ريتكم جنبي، ويا ريتكم معايا، وانا كنت عزمتكم كل يوم. تسلموا لي يا رب، تسلموا لي كل اللي بخش عندي وبيشترك عندي وبيعلق لي. تسلموا لي حبايبي، تسلموا لي، وكل سنة وانتم طيبين يا رب وتعودوا لها بخير.
هنا بقى الفول اهوت، كنا بقى بعد الفطار اهوت حبة فول بقى عسل. هسيبه بقى لما يبرد وساعة السحور كده كيسه واحطه بقى في الفريزر. كل ليلة بقى للسحور نطلع منه كيس. يلا يا حبيبي، اشوفكم في فيديو جديد وفي رعاية الله وامنه، ومع الف سلام. الف سلامة، وكل سنة وانتم طيبين.